السلام عليكم الأخوات، مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم غنوجدو إن شاء الله كسكسو. مرحبا بكم معايا، يلا نتبعوا الطريقة على بركة الله. هنايا عندنا شوية ديال الدجاج، آه يعني الكمية على حسب عدد الأفراد. زدت عليهم بصلة ومطيشة اللي طحنتهم في الهاشواغ مزيان. كنضيف العطرية إبزار وسكينجبير والملح والخرقوم، وكنضيف كذلك شويه ديال الزيت الروميه، وغنخلي الكل يتشحر مزيان. كناخذ الكسكسو ديالي كنديرو في اناء وكنخوي عليه الماء، يعني كنغطيه بالماء مزيان وكنغسلو وكنقطرو من داك الماء وكنخليه ينشف. عندي هنايا الحمص واللفت والمكور، هادو هما الخضر اللي غنضيف دابا من بعد ما تشحر ليا الكوكوط مزيان. وهنايا القرعه اللي غنحتفظ بها حتى التصفيره الثانيه، خيزو والقرعه الخضراء والقرعه الحمراء وشويه ديال الفول بالقشره ديالو والحار. هنا غادي نضيف الحمص، الخضر ديال الكسكسو كيبقاو اختياريين، كل واحد كيدير اللي عجبو واللي كيبغي. كذلك ضفت هنايا اللفت والمكور ديالي. من بعد ما ضفت الخضره زدت هنايا الماء سخون رويت به، وكنضيف واحد القبيطه ديال المعدنوس، وهنا غادي نسد الكوكوط وغندير لها الصفاره. من بعد ما سديت الكوكوط هنايا كنجيب الكسكسو ديالي كنلقاه نشف، كنحلو بشويه بيديا، كيتحل بكل سهوله. كنضيف ليه شويه ديال الزيت فاش كنحلو وكنديرو في الكسكاس ديال الكوكوط. هذه اسهل طريقه، يعني كيوجد الكسكسو في ظرف واجز بهاد الكسكاس ديال الكوكوط. والصراحه هاد الكسكاس عملي. انا الصراحه كتعجبني هاد الطريقه ديال الكسكاس فوق الكوكوط، كتجيني ساهله ودغيا كيوجد لي الكسكسو احسن من البرمه والكسكاس. وهذه اللي كندير يعني تقريبا دائما. فاش كنعمر الكسكاس كنحيد الصفاره ديال الكوكوط بما اخوى شويه ديال هذاك الباخ ديال الكوكوط، وكندير الكسكاس ديالي عادي حتى كتطلع فيه الفوره. هنا قديت الصورة على الكوكوط باش تشوفوا الطريقة باش كيفور.
هنا كما كيبان لكم راه طلع الكسكاس، يعني راه طلع على الفوره. غادي نحيدو وغادي نخويه في هذيك البول اللي عندي. ما كتشوفوا ما كيلصق ما والو في الكسكاس. كنحل الكوكوط باش نضيف الخضره اللي مازال عندي كما كتشوفوا. هنا ما كنزيدش المرقه، يعني من الاول كندير القياس ديالي ديال المرقه اللي طيب فيها الخضره كامله. ضفت هنايا خيزو والقرعه الحمراء وواحد الفلفله حاره يعني اختياريه، وعندي الفول الخضر. يعني كما قلت لكم الخضره كتبقى اختياريه، والكسكسو كيجي معاه يعني الخضره منوعه. هنا من بعد ما ضفت الخضر كنضيف ليها شويه ديال زيت البلديه او زيت الزيتون وشويه ديال الملح صافي. وكنولي نسد الكوكوط، ما كنضيف لا مرقه لا حتى حاجه، كنسد الكوكوط وكنجي هنا للكسكسو ديالي اللي كنلقاه مازال سخون باش يشرب ليا الماء اللي غادي نضيف ليه. كنحلو كما كتشوفوا كيتحل بسهوله ونفور ما معجن ما والو، كيجي ساهل. هذه اسهل طريقه، يعني ما تخافوش منه من هذاك الماء اللي كتغسلوه في الاول. كنضيف غراف ديال الماء يعني في الاول. انا كنضيف له الماء بكثره باش كيجي يرطب. هنا ضفت الملح حيت ما كنضيفهاش من الاول، حتى كنضيفها في هذه المرحله. فاش كنحلو كنشوف واش مازال يعني يحتاج الماء ولا بركه. عينك ميزانك. هنا زدت واحد نص غراف، يعني مقدار 3 د الكيسان د العنبه اللي ضفت لهاد الكسكسو. يعني فاش كنحركو مزيان كنحس بيه يشرب داك الماء، كنغطيه وكنخليه يزيد يشرب داك الماء حتى طلع لي شويه الكوكوط. عاد غنجيب هنا الكسكاس وغادي نحلو هكا، وغنضيف له زيت العود. في هذه المرحله كنضيف زيت العود صافي، وكنضيفو في الكسكاس وكنردو يفور الفوره الثانيه والاخيره. يعني ما كنضيفش، انا ما كنديرلوش 3 تفويرات، 2 تفويرات وكيطيب، كيجي خطير كيجي رطب. جربوا هاد الطريقه وان شاء الله غتعجبكم وغتولي معتمده عندكم. كامل في الكسكاس كما في الاول غادي نحيد الصفاره وغنضيفو هنا كما كتشوفوا. راه ندوز واحد 7 ولا 8 ديال الدقائق وطلع التفويره حتى 10 ديال الدقائق على حساب البوطه، يعني واش مجهده ولا ناقصه، يعني العافيه واش مهيله. هنايا صافي حيدتو غادي نسقي مباشره. هنايا كما كتشوفوا كنديرو نيشان في القصعه. هنايا ما كتبانش الصوره القصعه، يعني بعيده على الصوره. هنا كتشوفوا المرقه كي جات خاتره باينه والخضره طايبه وما معجناش. باش كتعجبني الكوكوط، يعني الخضره كتجي باينه ما كتدقدقش بحال في البرمه. هنا كنسقي كل واحد والطريقه ديالو، يعني كتحطي الخضر كتست فيهم بطريقتك اولا كتحطيهم عشوائي. المهم انها كتجي هاد المريقه بنينه وخاسره ديال الكسكسو. كيجي واحد الكسكسو اللي بنين ولذيذ بزاف. جربوها وان شاء الله غتولي معتمده عندكم. هنا كنسقي هنا في هاد الكسعه الصغيره، حيت غير انا والزوج ديالي.
شوفوا هنا المريقه كي تجي عاقده وخاتره مزيان. وكما كتشوفوا هنايا سقيت لك الساعه ديالي كامله. كنتمنى اللي وصل هنا ما ينسانيش من واحد لايك، وبصحه والراحه، ومرحبا بكم في قناتي، والى فيديو اخر ان شاء الله.